السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحارس جاء تمريره عند جمال حركات شنو غادي يعمل؟ رفع الكره، فرصه وحمزه داخل منطقه جزاء، البحث على التسديد من طرف روجر او حمزه خاب تسديده. مقدمات من فريق الرجاء بعد ما تبع المحاوله الاولى لفائده شباب محمديه. الرد كان قويا وكان سريعا من فريق الرجاء. لاحظوا اكثر من محاوله. هنا المطالبه اللي كانت بلمسه يد وبضربه جزاء. مشات كرة من الجهة اليسرى، تدخل واسترجاع الكرة بأي طريقة وبأي كان كيقود فريق اتحاد بوليسير التونسي. جاوز الفرصة الزروري يرفع الكرة داخل منطقة الضغط دائما متواصل. تمريرة عند حمزة خابة، فرصة للرجاء داخل منطقة الجزاء وإبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء. لاحظوا التمريرات سيد الصبار. مشات كرة على مستوى الجهة اليمنى ممتاز من نوفل الزروني وكذلك من البدوي. فرصة تسديدة مرة جانبا، تسديدة من نوفل الزروني خارج مستطيل العمليات. تسديده قويه تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس. شنو غادي يعمل نوفل؟ دائما محتفظ بالكره. نوفل الزروني كيبحث على نووي، مرر تمريره ممتازه اللي فيما البحث عن الامكانيات هو المنتدى. فرصه تسديده ولكن بعيده. وليد الصبار، تسديده مشات فوق المرمى، كانت فوق من الجهه اليسرى. حمزه خابه غيدخل داخل منطقه الجزاء. فرصه للرجاء، تدخل الحكم كيقول ما كاينش. ننتظر فقط الاهداف خلال هذه الجوله. الرجاء دخول داخل منطقه الجزاء ممتازه. زريده، فرصه ومره جانبا. فرصه الهدف تضيع من محمد زريده اللي كان بامكانه يوضع الكره في الشباك وتعبات بطريقه جميله بالكعب من الجهه اليسرى. تمريره عرض يسعد للتنفيذ. لعبت الكره مباشره، تدخل وابعاد الكره. غادي يكمل المباراه. مشات عند نوفل الزروني، تسديده ولكن بعيد. بفريق شباب محمدي مازال ساقط في ارضيه الملعب. حمزه خابه ممتازه. زريده شو غادي يعمل؟ او محمود بن تنفيذ هذه الكره الثابته. محمود بن تيك هو اللي كيسدد. كره كتضرب في الحائط، تعود مره اخرى اللي محمود بن تيك ولكن الكره المغربيه. تعود المحاوله ممتازه من الجهه اليمنى. نوفل الزروني، تمريره يسري. تعود المحاوله. نوفل الزروني، الحكم كيلعب ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. الضغط يولي ضربه جزاء. اذا بعد متابعه الصوره ما كاينش هناك لمس، هو ما كاين ديال محمود بن تيك ممتازه والحكم كيعلن على لمسه يد على محمود بن تيك. هدف واحد. سنتابع وليد الصبار. لعبت الكره كضرب وليد الصبار. شنو يعمل؟ تمريره ممتازه لزريده. حاول انه يحصل الكره ولكن الكره خرجت بالفعل خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى. يسرى غادي يحاول انه يرفع الكره بالفعل العرضيه ليسري بوزوق. حاول يوضع الكره امام حمزه خابه ولكن هناك تغطيه دفاعيه. نوفل الزروني يبدل المكان ديالو بالجهه من الجهه اليسرى. رفع الكره الالقاب على مستوى البوديوم. تعبت الكره طويله. فرصه لشباب محمديه. فرصه الحكم المساعد رفع الرايه. كانت محاوله بواسطه كمال القراع. محمود بن تيك رفع الكره ولفائده فريق الرجاء. حمزه خابه تعود المحاوله بواسطه نوفل الزروني. فرصه حاول الدخول، تسديده نوفل الزروني في المكان المناسب يضع الكره بطريقه ممتازه. نوفل الزروني اللي عمل كان كبير يسدد والكره في شباك الحارس سفيان بن رحوم. الرجاء فقط انتظرت تقريبا 65 ديال الدقائق على بدايه الجوله الثانيه من اجل الوصول لمرمى الحارس سفيان بن رحوم، وباي طريقه وباي تسديده وباي صوره من نوفل الزروني القادم للقلعه الخضراء بطريقه كان هو الحل في بدايه هذا الشوط الثاني. تبادل المحاوله، تسديده ممتازه قوه تعانق الشباك الحارس سوريا بن رحوم. لاحظوا العمل الكبير اللي قام به نوفل الزروني على مستوى المراوغه. وضع الكره امامه، يسدد بالرجل اليسرى، يضع الكره في الشباك. لاحظوا ممتازه من نوفل الزروني اللي كيعطي التقدم الان. الحارس انس الزيتين تعبت الكره دائريه، تدخل تسديده ولكن مشات فوق المرمى. تسديده ديال مروان غيحاول يرفع الكره، ترفع الكره والراسيه فوق المرمى. فرصه خطيره بواسطه اسامه اللي الى الحافظي. جود المحاوله، محاوله التمرير. فرصه يسري بوزوق. فرصه الهدف.
الصائغه كان بامكان محمود بن تايك يوضع الكره. لاحظوا العمل الكبير ديال يسري بوزوق يبرر تدخل الحارس. لاحظوا محمود بن تايك ما تمكنش وضع الكره في الشباك وهدف يضيع من فريق الرجاء امام شو يعمل كيما في اتجاه لاعب عبد الله حافظ. فرصه لبدا فريق الرجاء الحافظي، تمريره ما كانش بشكل جيد ديال المدافع عبد الله غراف اللي يتمكن انه او لاعب غادي يحاول يدخل داخل منطقه الجزاء. الحافظي فرصه للرجاء، فرصه للرجاء ممتاز. هذا المحاوله كذلك شكلت الخطوره. يسري بوزوق كيما في اتجاه لاعب الحافظي والبحث على لاعب كذلك البديله اللي كانت طيبه واللي لقات استحسان من الجميع. يعني اللقاء اللي غيكون بين الجمهور المغربي والمنتخب الوطني المغربي. الشباب المحمديه الحافظي لعب الكره مباشره ولكن مشات فوق المرمى. عبد الاله الحافظي اللي نوفل الزرهوني اللي الحافظي فرصه جاء محمود بن تايك. الانطلاقه ديال محمود بن تايك تدخل والحكم كيعلن الخطا. الحكم يعلن على سفيان بن رحول. الحافظي داخل منطقه الجزاء. الحافظي يرفع الكره مره اخرى ترجع الكره. الحافظي كمره مره اخرى. يسري بوزوق فرصه من فريق الرجاء دخول داخل منطقه الجزاء. بوزوق وتمكن كذلك انه ياخذ المكان ديالو الان كرسمي في تشكيله فريق الرجاء. تابعوا المحاوله. يسري بوزوق بامكانياته الفنيه حاول يراوغ ولكن هناك تغطيه. يحاول يمرر في اتجاه لاعب الوردي تسديده. محاولة في فريق شباب محمدي تمريرة يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بالفعل. لعبات الكرة الرأسية دائما المحاولة فرصة لبداية هذه المحاولة. لعبات الكرة بالرأس. الكرة نزلت أمام عدد من اللاعبين. زكريا مضايقة اللي اعتبر الحكم بأنها عادية. فرصة خطيرة شباب المحمدية. تابعوا من جديد. أسامة البلوي كان مضايق من جمال حركات الدخول داخل منطقة الجزاء. هنا المراوغات تدخل العودة ديال محمود بن تايك. تابعوا من جديد هذه المحاولة واكثر تهديد للمرمى مرة أخرى. الحافظي فرصة للرجاء. فرصة سفيان بن جديدة شو فرصة تدخل الحارس.